بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى هذه الاجواء الرائعه جدا في استاد جامعه الملك سعود بالعاصمه السعوديه الرياض. سعيد بخدمتكم في هذه الليله وهذا اليوم المبارك الذي يصادف ذكرى مولد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموعد اليوم سيكون مع نهائي دوري ابطال اسيا لسنه 2019 واي نهائي في حضور جماهيري غفير، في حضور طرف سعودي بطل ليصل للنهائي للمرة الثالثة في ظرف 5 سنوات. ضاعت منطلقة سريعة في هجمة معاكسة عن الجهة اليمنى. هاي خطيرة، هاي خطيرة. كاريو اندري سريع، اندري كاريو ارضية جوفينكو. هذه أول أخطر فرصة في المباراة. كاريو لجوفينكو، الكرة تصطدم بظهر المدافع بهدوء. مكاريو سالم ممتاز، الكرة خطيرة. با روعة. يا لها من لقطة ويا لها من لعبة، كاد ياتي الجول. لو لم يكن الأمر يتعلق بنهائي لقلت لكم بأن اللعبة أفضل من الجول، ولكن في نهائي الحارس فوكوشيما تنفذ الركنية بالراس. ضاعت كرة أخرى وفرصة أخرى من علي البليهي. ضاعت فرصة التهديف بعد الراسية الأولى والرجل الثانية من هنالك، وكأن الهدف يقترب. هاي اللعبة في القائمة الأول، صد رائع من الحارس والبليهي لم يلعب لصالح عبد اللطيف. كل كرة البينية جوفينكو استلمها، يرجع من هنا تسديد. رائعة في منتهى الروعة هذه اللعبة، كاد يفعلها سالم، استلام بالصدر والتسديد على الطائر. هذه الكرة لم تخرج بعيدة تماما. خذ وهات 5 تمريرات. شوف من هذه الزاوية دبريك، دخل محمد دبريك. لا جول. جول. في منتهى الروعة، لأن التوزيع في منتهى الروعة من محمد البريك، فيها القوة وفيها الدقة. في القائمة الثاني قوتها خلت الحارس فوكوشيما لا يلحقها ولا يعترض طريقها ليخرج من هنالك سالم ويحطها بالراس. أول أهداف المباراة بعد ساعة لعب. شوف اللعبة كم كانت رائعة. شوف سالم الدوسري كيف خرج في القائمة الثاني. انطلاقة ممتازة، بافتن بجوميز، يدخل جوميز، خطيرة. دخلوا بها. الهدف الثاني وضعية تسلل، لا من قبل في وضعية تسلل. نعم. وإلا اللعبة كانت في منتهى الروعة يا سالم. وضعية تسلل واضحة. هنا الوضعية هنا متميزا مثل ما كان الفريق الياباني أوراوا متميزا. نهائي العودة سيكون واعد بين الفريقين، صعب وشاق. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل بهذه المباراة. موعدنا سيكون في المباراة الثانية هنالك في طوكيو. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم دائما. فيرمينو والمساحة، الكرة تصل إلى ماكسي، لاعب على لاعب عدى الصواب، الكرة تتهيأ. الله فراس البريكان من يحضر في الديربي لن يغيب عن الكلاسيكو. الرقم 20، أهدافك يجب أن تصل إلى رقم قميصك. البريكان يبدأ البركان. واحد صار مضغوط. شوف اللوفيز، شوف الروبن. هذه كراته، يلعب الكرة إلى مالكوم، يرسل الكرة إلى مالكوم، بيعدي مالكوم. مستحيلة يا مالكوم. الدوري يحسم بهدف بهذه الصورة. القمة المؤجلة والحسم لا يمكن تأجيله أكثر. سيقوم مالكوم بهدف يأتي من خلاله بكل شيء، سيمر من الجميع، سيقضي على الجميع، سيسجل هدفا هو الأجمل على الجميع. مسار هجوم الهلال تحدده قدمه. ذلك في مكان إلى زكريا هوساوي بجانب أحمد الغامدي. الكرة العرضية، الهروب، حمد الله.
هدف يأتي يا عبد الرزاق. إن بحثت عن هدف حقيقي فقد قصدت الشخص المناسب. إنه لا يحتفل. هل ألغي الهدف أم احتسب؟ حمد الله يسقط في أرضية الملعب. فهل وقف الاتحاد؟ لم يكن متسللا. إنهم يقفون على أقدامك. يا للعرضية يا للإنهاء يا لكن مشيت معاه ومشي معاها مالكوم في مكان. يا رب مستحيل الشخصية، مستحيل العودة، مستحيل القوة. السعود عبد الحميد ب10 لاعبين أمام فريقهم السابق يحجز المقعد، يحجز المقعد، يسجل هدفا آخر بعكس المجرى. لقطة واحدة كانت تكفي. سلاحهم السابق لم يترك مكانه في الدفاع إلا ليسجل كرة ويضعها في مكانها في الشباك. حمراء الكرة ما زالت في التصويب. الله اصنعوا اللحظة، اكتبوا التاريخ، دونوا اسماءكم، حققوا احلامكم، سجلوا الهدف. الكل هنا بانتظاركم. يا لهم من وحدة ويا لهم من فرسان ويا لها من بداية الأخيرة. أوقات الهلال في الدقائق الأخيرة، أوقات الهلال، أوقات الهلال. إن لم تجهز عليه سيجهز عليك. هذا الهلال عبر تاريخه لا يموت بسهولة، لا يستسلم، لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك. لماذا لم تنتبه البليهي على طريقة جحفلي، على طريقة تخيفي، على طريقة البيشي، على طريقة الهلال، بالسيناريو الذي يعرفونه، بالسيناريو الذي اعتادوا عليه، بالتاريخ من هذا الهلال. انتبه من هذا الهلال، انتبه من هذا الهلال. مستحيل يا مرقة. هل قتلتهم أم حصل على 24 فوز على التوالي. رونالدو يحاول باتجاه اوتافيو بتسديده. بدري عالمي. الله 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 ما أروعك. اوتافيو يا عيني اوتافيو. الضربة الأولى. اوسبينا ترك مرماه ولا زالت الصوت في الجهة اليمنى. الونتو مع ساديو ماني، وبعد ذلك اللاعب يستمر بكرة من ساديو وإبعاد الخطر عن مناطق فريقه في الوقت اللي يبحث فيه سعود عبد الحميد عن ركلة جزاء، عن ركلة جزاء، عن ركلة جزاء. هل هنالك شيء في هذه اللقطة أم أن سعود يبحث عن ركلة جزاء غير موجودة أمام ساديو ماني في هذه الوضعية في اللحظات الأخيرة؟ كذلك سعود عبد الحميد، خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز أشار إلى وجود ركلة جزاء. وأوسبينا الذي يتألق في هذا في الإياب. انتظار مترو. أمجنون أنت؟ هل خسر الهلال؟ هل صفر الحكم؟ لم يصفر الحكم. إذا لم يخسر الهلال، إذا لم يخسر الهلال. ميتروفيتش في اللحظة الأخيرة. الهلال لا يموت بسهولة. لقد أعطى النصر فرصة لإنهاء